إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك وعلى ابن عمك فحل الفحول وزوج البتول، ما خاب من تمسك بكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم، فيا لك من رجل أطل بروعة وأضرم نار الحزن بين الجوانب. غداة أصاب الدين سيف بن ملجم وأردى عليا خير ماش وراكب. وضجت عليه الجن والإنس بالبكاء بدمع سفوح كالسحائب ساكب. مدارسه أضحى الدوارس بعد وليس بها غير الصدى من مجاوب. وظلت يتامى المسلمين نوادبا تحن حنين اليعملات السواغب. ولم أدر لما انسرى فيه نعشه وحفت به أبناء لواء ابن غالب. هو المرتضى في نعشه يحملونه أم العرش ساروا في فوق المناكب. وما مر إلا وانحنى كل شاهق عليه وأهوى الجاهرات الكواكب. وقد دفنوا في قبره الدين والتقى وبدرا يجلي ذا جيات الغياهب. فيا راكبا ظهر الشمل سر بها مجدا كومض البرق بين السحائب. أقم صدرها إن جئت أكناف طيبة يطيب بمغناها مناخ الركائب. وعز النبي المصطفى في وصيه وقل يا أبا الغر الكرام الأطايب قعدت وقد بل المراد سيفا من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. فعاد له محرابه محربا أسا ويا فهر بعد المرتضى النوم حاربي. حني حنين النيب وابكي يا محارب وعلى خطيبك يا آمنا برشدي الجيد. والي صيحي وقولي خطيبي واي ماما على جتيل خضبا وشيبة من دماغ. ضعت مثل ما ضاعت حريمة ويتامى مشتول والي في صلاة مخضب الشيخ
المنبر تفجر يا علي، وخاطب المحراب، الله يا محراب الغدار بكدا احيل الباب، صرت السبب لا والقضاء يجري بالاسباب، وضعنا عقب عينه بلا شك وبلا ريب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال سلام الله عليه: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القم ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. لو شئت لا يقال للرجل زاهد حتى تكن القدرة، وبعد القدرة هناك عفاف. أما إذا كان المرء فقيرا وادعى الزهد فالدعوة يحتاج إلى بينة، إلا أن الرجل إذا زهد في الدنيا وهو قادر عليها هذا الذي يسمى زاهد. كذلك الرجل العدل الذي إذا كانت أزمة الأمور في يده وثنيت له الوسادة، يعني تحلق على عرش الخلافة وأصبح الناس تحت قبضته، هناك تعرف عدالته من عدم العدالة. وذاك لأن العدالة إنما ترجى من أهل المناصب العالية، والخلافة من أعلى المناصب. والخلافة ما داخلت أمير المؤمنين بالي، ما يقول هم 1000 10,000 20,000 كل واحد. حتى قال سلمة بن الأكوع: والله لقد أعجبني هذا الشأن. ذاك اليوم يوم خيبر المسلمون 750 نفر، 750 نفر ماشيين عمي إلى حصون خيابر، عدهم 35 بطل على الباب. ال35 رئيسهم مرحب، حوشب وياسر وعامر، هذول الرؤساء الكبار، والذي أكبر من الجميع مرحب، أدناهم يعد ب5,000. يقول الراية شالها واحد ورجع شافها الصناديد، وين عمي؟ رجع يجبن أصحابه وأصحابه يجبنونه، وين وباب الحصن مفتوح، يعني المسلمين ما بيها رجال. احنا عندنا الآن النفر يقاوم له 5,000، المسلمون 750، وعندنا مرحب زيادة. كل من أخذ الراية رجع. قال النبي: لأعطين الراية، الحديث مو مقصودنا هذا، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار. والله صار يوم الثاني يقول: أنا سلمة بالأكوع بس أريد أشوفها منه هذا. يقول: فأعطاها منه، سلمها لعلي بن أبي طالب. يقول: أخذ الراية وانفصل. ولكن الجماعة كل يوم يمشون يتقدمون يتوخرون. يقول: أخذها ومضى يهرول، ما وقف. وجعلت أقفو أثره، فوصل عند الباب والصناديد حلقت عليه، فقلت: وأسفاه عليك أيها الشاب، والله أسف عليك يا هالولد، ما عدنا بصف العرب بعد واحد. أسف عليك يا ابن أبي طالب، ذهبت طعمة لرماحها وسيوفها، 25 بطل، 25 پهلوان شغلهم بس البطولة. يقول: ما هو إلا أن عدا على رئيسها الأول فقصفه. قص يعني معناه شفسه والظهر انكسر، وعدا على الآخر فغفص، داخل ضلوع بعضها بعض، وعلى الثالث فقده، وعلى الرابع فقطه. يقول: فعاث فيهم كأنه الباس بين العصافير. نريد رجاجيل وينها؟ اتقتلت الصناديد كلها، رجعوا إلى الباب. الباب شنو الباب؟
قال الباب من أحجار الرحي، الباب مو حديد، الباب من أحجار الرحي. يقول صاحب الصيغتين السني هذا، يقول لا يقدر على فتحه إلا 70، عبارته هو، لأنه من أحجار الرحي يعني مفصل من جبل. التجأوا إلى الباب أغلقوه عنها الولد بروحه، الجيش بعيد بس بروحه عمي شغال. فلما أغلقوا الباب اشتغلوا بإلقاء الصخور، وعلى السور ماكو، وعليه على الحصن الجدار ماكو، عليه رجال تقاتل، عليه صخور ملساء، الصخرة إذا وقعت على الأرض تسمع لها رجيج. دحلبوا عليه صخور ملساء، فتناول الصخرة بيده اليسرى وجعلها وقاية، خلاها درقة، وقام بالرمح يضرب بالباب، لأن الباب ما قلنا من الأحجار ما بيه ثقب، يضرب به إلى أن جعل ثقب بمقدار يمكن منه أنملة من أنامله، فحرك الباب، حرك الباب فاهتز الحصن واقتلع الباب. اقتلع الباب أبو الحسن، الحصن راح والرجاجيل راحت، فوضع الباب جسر. ايش قد طول الباب؟ قال طوله 18 ذراع من أذرعهم، 18 ذراع، ظهر 28 ذراع، العرض 18 ذراع، السمك 10 أذرع. جبل يعني جبل، السمك 10 أذرع يعني شنو؟ مفصل من جبل. خلى على ايده، خلاه جسر على الخندق، قصر. والله هنا على آخر الطرف يكون يعبرون على بقية الجند، هذا هنا مخليه جسر ويعبر الجيش منه على الصدر على ايد الثاني. عبر الجيش 750 نفر، يوم خلصوا وفرغ مولانا ما يريده، شال الباب ودحى به خلف ظهره. يقول صاحب شرح القصيدة عن رسول الله، شوهد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يبكي، قيل ما يبكيك يا رسول الله؟ قال لقد دحى علي باب خيبر وله 3 أيام ما ذاق الطعام. شاهد من هنا، وله 3 أيام ما ذاق الطعام. هذا الذي يلاقي الشدات ليس ذلك الرجل صاحب الشهوات، ولكن الرجل الذي يقاوم كل الشدة، ما اكو شدة. يكفي على أن الرسول صلى الله عليه وآله ما وقع في شدة إلا وانتدب بأمير المؤمنين، هو نفس رسول الله. زين، هذا الرجل العظيم كما وصف نفسه، لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل. اكو واحد بهالقوة بهالعظمة بهالسيطرة يقدر يجود روحه ويضبطها، يضبط روحه عمي، لا علو لا تكبر لا أنانية لا شهوة لا منه هذا. بعد شيء ثاني، شايف على أن رجل صنديد لا يقاومه صنديد، لازم تصير به القسوة. وإذا أمره لا، مثل ما قال الشاعر جمعت في صفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأنداد، يعني فلهذا ما يلك جنس. الشجاع متغريف وهو لا ما عنده تغريف أبدا، صاحب رحمة صاحب لين. هاي قاعدة عنده أنانية واستيثار، هذا ما يستاثر. عنده محبة نفسه يقويها، يعني يقول لك لا 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 لا، يقول لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل. كان هالعسل أنا أقدرها، كان يلعق الأيتام العسل المصفى، ترى ما ضاق العسل. يقول المجلسي ضاق العسل ليلة 20. الطبيب قال للحسن أبا محمد اطعموه الشيخ العسل، فقد ضعف ونزف دمه، دم ما بيه، لأن ليلة 20 كما قال محمد نزف أبي دم جوفه، وبتنا معه ليلة 20 وأصبح وقد وصل السم إلى قدمه. استأذن عليه أصحابه، أذن لهم، دخلوا عليه والإمام في غاية، قال سلوني
سلوني قبل أن تفقدوني وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم. فأشفقوا عليه أن يسأله تخفيفا. تقدم إليه حجر بن عدي الكندي وانحنى عليه مقبلا قائلا: فواسفا على المولى الزكي أبي الأطهار حيدرة التقي قتيل قد غدا بحسام رجس شقي فاجر رجس دعي. لما سمع الإمام شعره وبصر به قال: يا حجر، كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني؟ ما عساك أن تقول أشوفك الآن تريد تموت علي من المحبة، لكن يجيك يوم. قال له: مولاي والله لو قطعت بالسيف إربا إربا وأضرمت لي النار لآثرت ذلك على البراءة منه. قال: وفقت لكل خير يا حجر وجزاك الله عن أهل بيت نبيك خيرا. ثم دعا الإمام بقعب من لبن، جيء له بقعب من لبن شربه فقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، اعلموا إني قد شربت الجميع ولم أبق لأسيركم شيء. ولا شك إلا أنه آخر يوم آخر زاج لي في الدنيا بني بحقي عليك إلا ما رفعتم إليه مثله. قال محمد بن الحنفية: لما كانت الليلة الثانية من الكائنة وهي ليلة 21 وأظلم الليل جمع أبي أولاده وقال: يا أولادي الله خليفتي عليكم وهو نعم الخليفة. بني حسن بني حسين أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن هي بغتكما، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله وإصلاح أمركم، فإني سمعت من حبيب رسول الله يقول: إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصوم والصلاة. الله الله في المساجد لا تخلو منكم، الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم، الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله في الجار. لا زال رسول الله يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه، فلا زال يوصي الله الله إلى أن قال: يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين خوضا، يقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتل في إلا قاتلي. ثم أصبح ثقيلا، عرضنا عليه المأكول والمشروب فلم يأكل ولم يشرب، ونظرت إلى جبينه وهو يتصبب عرقا ورأيت شفتيه وهما يخترجان، فقلت: أبا ما لي أرى جبينك يرشح عرقا؟ قال: بني سمعت من حبيب رسول الله يقول: إن المؤمن إذا نزل به الموت وجنت وفاته عرق جبينه وسكن أنينه. ثم قال: حسين عون عبد الله الله خليفتي عليكم. قال الحسن: أبا ما الذي دعاك إلى ذلك؟ ليش تحكي هالحكي؟ يعني فطرت شبودنا. جل نور عيني، رأيت جدك رسول الله قبل هذه الكائنة بليلة فشكوت إليه ما أنا فيه من التذلل من أمر هذه الأمة. قال: يا أبا الحسن ادعوا عليهم. فقلت: اللهم ابدلني خير منهم وابدلهم شرا مني. قال: يا أبا الحسن قد استجاب الله دعاك وسينقلك إلينا بعد 3 وقد مضت 3 يا أبا محمد. أوصيك بأبي عبد الله الحسين خيرا، فأنتما مني وأنا منكما. ثم تزايد ولوج السم في جسده الشريف، مد نظر إلى ولده الحسن قال: بني حسن انظر إذا أنا مت فغسلني وحنطني بحنوط جدك فإنه من الجنة، وكفني وضعني على سريري، فإذا رفع المقدم فارفع المؤخر، وحيث أقام السرير ذلك موضع قبري. تقدم يا أبا محمد وصل علي وكبر 7، واعلم أن ذلك لا يحل على أحد غيري إلا على رجل
يخرج في آخر الزمان من ولد الحسين يقيم حجاج الحق وهو القائم. وبعد الفراغ من الصلاة زحزح السرير واكشف التراب، سترى قبرا محفور ولحدا مثقوب وساجة منقورة مكتوب عليها بالسريانية: هذا ما أعده نبي الله نوح للعبد الصالح علي بن أبي طالب. بني إذا وضعتني في قبري قبل إشراج الابن علي فافتقدني، فإنك لا تراني، واعلم أني لاحق بجدك رسول الله. واعلم بني أنه لا يموت نبي وإن كان مدفون بالمشرق، ويموت وصيه وإن كان مدفون بالمغرب، إلا ويجمع الله بين روحيهما وجسديهما ثم يفترقان ويعودان كل إلى حفرته. ثم قال: بني أبا محمد، بني أبا عبد الله، كأني بالفتن وقد خرجت عليكما من هنا ومن هنا، فعليكما بالصبر فإنه محمود العاقبة. ثم أغمي عليه، أفاق من غشوته، قال: هذا حبيبي رسول الله وعمي حمزة وجعفر، وهم يقولون: يا أبا الحسن أما تشتاق إلينا؟ فإنا إليك مشتاقون. شيعا نظر إلى أولاده قائلا: الله خليفتي عليكم وهو نعم الخليفة، لمثل هذا فليعمل العاملون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعليكم السلام ملائكة ربي. شيعة غمض عينيه وأسفل يديه ومد رجليه وغمض عينيه وقرأ سورة ياسين حتى ختمها وفاضت روحه الشريف. أنا مناد وسيدا، صرخ الحسن وانقطاع ظهره، صرخ الحسين وأباه، ضج الهاشميون وعزاه وعلياه. سمع أهل الكوفة البكاء في بيت أمير المؤمنين، أيقنوا بموت الإمام. خرج الناس من منازلهم، الرجال مع النساء كعرف الفرس، الرجال واضعين العمائم في الأعناق، النساء شاقات الجيوب، الكل ينادي وعليا. وصار كيوم مات فيه رسول الله، لا ترى إلا صارخ وصارخة ونادب ونادبة. قال محمد: أخذنا في جهاز والدي الليل، كان الحسن يغسله والحسين يصب الماء والإمام يتقلب، حيث شاء الغاسل يمينا وشمالا. لما فرغ من غسله صاح: خي زينب علي بحنوط جدي. جاءت زينب بالحنوط، فاحت منه روائح ملأت بويسات الكوفة، لكن نظرت إلى أبيها على المغتسل. الله أكبر، آخر ساعة هاي، وهذا حيدر، مو كل مفقود كحيدر، وإذا المفقود حيدر ولتنحي زينب. نظرت إليه بدموع جارية، شافت أبوها وبالدموع انفجرت العين، وصاحت عسى بعيد البلد: مسجل يا ابو حسين، يا حسن شيل عمامته، وهالجرح شدوه، وهذا يا بعد اهل القطية بالجرح حطوه، وبهداي فوق المغتسل يا حسين مدوه، وبهداي قلب وعاه وشد الجرح زين، لا يسيل دم على الوجه يا ابن الشفية، خاف
يا اخويا يخضبي الشيبة البهية ولا تتركوني انا غسلن بدي واغسل يا اخوتي طبرته بمدامع العين كهف منيع وحصين عالي وحيف ما دام مظلل علينا وانهدايم من جار ليا ضاعت عقب عين حريم وضاعت ايتا مثل يا اخوتي ينوجيه هيد بالعالم منين بهداي قلم جسم ابو الحسنين بهداي وانت يا نور العين بالهون السبل معه شخص على المغسل نحلني وذوب حشاه ممرود قلبي وموحشه الدنيا علي ويلي تحفرون القبور وسعوا مكانه وبهداي نقلوا جنازتي وسفروا اجفانه ولا يعز الشال عنا ولا لفانه بعد الابو مريض هالدنيا الدنيا ويلي 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 تهينون الثرى دفنوني وياه الويش يا زينب يلي تهينون الثرى دفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محل قشرة تراه تصير عيشتنا بلي لقد نكست عليا اللي وي رؤوسها إخواني أعينوا الفقراء واسألوا الله القبول والعود على مثل هذه الليال على حب أمير المؤمنين أعينوا فقراءكم أعانكم الله